مرحبا، راح نساوي اليوم فطاير السبانخ بالجبنة الفيتا. كثير طيبة. اللي ما بيحب فطاير السبانخ مع هاي الوصفة راح يحب فطاير السبانخ. حضرت السبانخ من قبل، غسلته ونظفته كتير منيح، بعدين حطيت فوقه مي سخنة، وبعدين صفيته وتركته ينشف تماما وعصرته في ايدي لبين ما روحت منه كل المي. راح يلزمني 1 صحن كبير من السبانخ، 1 صحن كبير من جبنة الموتزاريلا، مع 1 صحن كبير من جبنة الفيتا. بالنسبة للبهارات راح يلزمني 1 معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، 1 معلقة صغيرة من بودرة الثوم. أما بالنسبة للملح راح ننتبه إنه جبنة الفيتا مالحة، فأنا ما راح أحط ملح. إذا أنت كنتي جايبة جبنة الفيتا القليلة الملح فالملح على كيفك. راح أحركها مع بعض كتير منيح، بعدين بدي أحط زيت الزيتون. أنا حطيت 3 معالق كبار من زيت الزيتون. أنا مستعملة عجينة الفايلو أو عجينة البقلاوة. ممكن تستعمل الوصفة على العجينة العادية، عجينة الخبز. راح أدهن طرف العجينة بالزبدة المدوبة أو السمنة. راح أستعمل الزبدة مشان وقت ألف العجينة تلزق. هلا أنا ما بحب طعمة السمنة القوية، فأنا بخلط نص زبدة نص سمنة، انتي على كيفك اختياري. راح أمد حشوة السبانخ على طرف العجينة، بعدين بدي ألفها. كمية الحشوة بدك تحطي كمية كتيرة أو كمية قليلة على كيفك. بعدين بدي ألفها. أنا مستعملة السيخ مثل ما هو مبين بالفيديو، نفس طريقة عمل بقلاوة البورمة، بس أنا مطبقتها على عجينة السبانخ. خلصت من لف فطاير السبانخ، بعدين بدي أقسمهم. بعد ما خلصت من تقسيمهم راح أصفهم بالصينية. الصينية أنا كنت من قبل دهنتها بالزبدة، بعدين صفيت الفطاير، بعدين راح أدهنهم بكمية الزبدة الباقية. يعني كمية الزبدة على كيفك، ممكن تحطي شوي أو ممكن تحطي كتير، انتي بتتحكمي بدرجة دسامة فطيرة السبانخ. بعد ما خلصت من دهن الزبدة بدي أرش سمسم. بهاي المرحلة ممكن أحط فطاير السبانخ بالفريزر، بعدين وقت بدي إياهم أشويهم بالفرن. أنا راح أشويهم بالفرن، درجة حرارة الفرن 180 درجة بالرف الوسطاني. بالأول راح أشويهم بالفرن من تحت، بعدين بدي أحمرهم من فوق. صحة وهنا. تابعوني للمزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سباي سيما، وأهلا وسهلا فيكم للاشتراك بقناتي.